نصلي على النبي ويلا بينا. فيلمنا بيبدأ بحتة الكنافة بالقشطة دي وهي نازلة من عربية صاحبتها وبتسلم عليها هي ومامتها، وبعدها بتدخل على بيتها وبتلاقي التلفزيون شغال لوحده. فضلت تنده يا بابا طب يا ماما، مفيش حد بيرد. ولما دخلت اوضتها اتكعبلت، فبتتضايق عشان اخوها رامي العابه في كل حته، ولما بتدخل تزعق له بتتصدم انه ميت، وبتسمع صوت حد طالع وبتجري تستخبى تحت السرير. وبيدخل الاوضه وهو ماسك امها وكان بيسالها على دونا بنتها، وبالصدفه بترمي عينيها تحت السرير وبتشوف دونا، فبتقول له انها نايمه في الاوضه بتاعتها، وبتشوفه هو بيخلص عليها قدام عينيها. وبتتصدم دونا وبتفضل كاتمه نفسها. وشويه وبتسمع صوت عربيه الشرطه، ولما بتلاقيه مشي من البيت بتاخد بعضها وانظرن على بره، وبتفضل تندى على الشرطه بس محدش بيسمعها. وفجاه بيظهر المجرم من وراها وبيضربها هي كمان بالسكينه. وبتفضل دونا مصدومه كده شويه، واتاريها كانت بتحكي للدكتوره بتاعتها الحلم. معلش بقى يا عزيزي. المهم الحلم ده يا عزيزي اتحقق في الحقيقه فعلا، واهلها كلهم ماتوا بسبب مدرس عندها في المدرسة. وعدت على الحادثة دي 3 سنين، بس هي كل فترة تحلم باللي حصل كله، وده طبعا من كتر خوفها. ده غير ان الموضوع أثر على نفسيتها جدا. الدكتورة قالت لها نحاول ننسى بقى اللي فات ونعيش حياتنا، وبتقول لها انها هتبقى اجمل واحدة في حفلة تخرجها. وفعلا بتروح دونا مع اصحابها عشان يظبطوا نفسهم. وفجأة بتشوف في المراية المدرس اللي قتل اهلها، بس لما بتبص وراها ما بتلاقيهوش، وبتقول لنفسها انها بتهيأ لها. وبعدها بترجع على بيتها، وبنعرف ان من وقت ما اهلها ماتوا وهي عايشة مع خالتها وعمها، وتقريبا الاتنين متجوزين، وده لانهم طول الفيلم بيحضنوا ببعض. وبتلبس دونا فستانها وكانت عايزة تاخد من علاجها، بس بترجع في كلامها وبتشيله في مكانه. وبتتخض من خالتها وبتصرخ. خالتها اعتذرت لها وقالت لها ما كانش قصدها، وبتديها شال يخص امها، وبتقول لها انها اكيد لو كانت موجودة كانت هتديهولك تلبسيه في يوم زي ده. وبتقول لها تستمتع مع اصحابها وتعيش حياتها. وشوية وبيسمعوا إن بوبي وصل، وبوبي ده يبقى حبيبها. وبتنزل بسرعة وهي متوترة، وبيلبسها وردة التخرج وهي كمان بتلبسه نفس الوردة، وبيسلموا عليها وبتروح تركب العربية. وكل واحدة من أصحابها كانت قاعدة مع حبيبها، وكانوا رايحين كباريه مش حفلة تخرج، وطول الطريق كانوا عمالين يتصوروا. وبتقول لهم كلير إن صاحبتهم تينا عملت فستان ب50,000 دولار، وكانوا متغاظين منها، وده لأنها كانت بتشتري العالم كله بفلوسها. وشوية وبيوصلوا الفندق اللي فيه الحفلة بتاعت التخرج، وفي اسم الشرطة بيدخل المحقق ناش للمحقق ويل، وبيديله صورة فيها نفس المدرس اللي قتل أهل دونا، وبيعرفوا إن جات لهم إخبارية بإنه هرب من مستشفى الأمراض النفسية. فبيتصدم ويل وبيتصل على المستشفى بسرعة، وبيعرف إنه هربان بقاله 3 أيام، وبيزعق فيهم وبيقول لهم كنتوا مستنيين إيه عشان تبلغونا. وبعد ما قفل ناش بيسأله هي إيه حكاية الراجل ده. قال له ده واحد مطرطش حب بنت عنده في المدرسة بتاعت الثانوي، بس حب جنون زيادة على اللزوم، اتهوس بيها لدرجة انه ساب كل حاجة في حياته عشان يبقى معاها. ولما دونا دي رفضت تبقى معاه قتل اهلها كلهم. ولما فتشوا بيته لقوا كتب كتير مليانة بصور دونا، وكاتب جنبها كلام غرام واشعار وحب ودلع واخر مسخرة. ولما قبضوا عليه دونا راحت تتعرف عليه عشان يعني شافته هو بيقتل امها قدامها، بس وقتها فضل يقول لها قدام كل الموجودين انت بتاعتي لوحدي، محدش هيقدر يبعدنا عن بعض ابدا يا عمري. وبيقول للمحقق انه المفروض يخرج عشان يبقى جنبها لانها بقت وحيدة من بعد موت اهلها. والراجل يا عزيزي كان خلاص ساحت منه على الاخر، وكان بيحبها حب جنون عمل له ترلل في نافوخه. وبيقول ويل انها عاشت فترة كبيرة في صدمة، واما صدقنا انها تعيش حياتها شوية، وبيقول له انه مش هيسمح للمطرطش ده انه يقرب لها تاني. اما دونا والشلة الضايعة دي بيقابلوا المدرسة بتاعتهم، وبتقول لكل واحدة فيهم إن شكلها جميل، بس بتيجي تينا وبتتريق على فساتينهم، وبتقول إن فساتينهم رخيصة ومش حلوة. لكن ليزا بتحرجها وبتقول لها القيمة في الإنسان مش في الفستان. ودونا كانت فرحانة، وطول الوقت كان بوبي هاري هبوس، وما كانتش تعرف إن المدرس المهووس بيها معاها في نفس الفندق، وكان متضايق إن في حد تاني غيره مع دونا. والحفلة بتبدأ وبيرقصوا وبيخربوا الدنيا، والمعلم ده بيعرف أرقام الأوض اللي دونا وأصحابها نازلين فيهم، وبيحجز أوضة في الدور اللي فوقيهم. وجوه الحفلة بتروح تينا ترخم على ليزا وبتقول لها إنها أكيد هتكسب النهاردة وهتبقى ملكة جمال الحفلة. فبتتضايق ليزا وبتقول لحبيبها إنها هتطلع تظبط مكياجها في أوضتهم، وبيروحوا معاها دونا وكلير. ولما بيركبوا الأسانسير الرجالة دي بتفضل تعاكسهم، وكان المدرس المهووس مستخبي وراهم، ولما بينزل وراهم.
وبيشوفهم وهم داخلين الأوضة، وبيقف عند أوضة قريبة من أوضتهم. ولما شاف ماريا اللي شغالة في الفندق وهي جاية، بيخربش الكارت بتاعه وبينده عليها وبيقول لها إن الباب مش عايز يفتح، وبتعرف إن الكارت بايظ فبتفتح له الكارت اللي معاها. وقبل ما بتمشي بيقول لها إنه عايز فوط في الحمام، وبتدخل وبتستغرب إن في فوط كتير، لكن وهي ماشية بيخلص عليها وبياخد منها الكارت اللي بيفتح بيه أي باب. في نفس الوقت واللي بيجري على بيت دونا وبيقول لعمها إن المدرس المطرطة شرب من المستشفى، وبتسمع خالتها الخبر وبتتصدم، وكانوا خايفين على دونا. بس واللي بيقول له إنه هيروح بنفسه الفندق وهيبقى جنبها من غير يعني ما يقول لها، عشان ما تقلقش وترجع تدخل في صدمة تاني. وفي الحفلة كلير بتتخانق مع حبيبها مايكل وبتتضايق منه وبتسيبه وبتمشي، وبتقول لدونا إن مايكل فاكر إنها لما تسافر هتبعد عنه وتقابل شاب غيره، وبتقول لها إنه مش واثق فيها خالص. فبتهديها دونا وبتقول لها إنها هتطلع تجيب لها البرشامة عشان تهدي أعصابها. وكل ده والمدرس كان شايفه، ولما راحت تاخد مفتاح الأوضة من بوبي اداهولها وكمان فوقيه بوسة، وبيشوفهم المدرس وبيعيط وما كانش متخيل إنها مع حد تاني غيره، وبيروح وراها وبيفضل مراقبها. أما خالة دونا كانت قاعدة قلقانة وبتقول لجوزها ما نروح لها ونرجعها البيت أحسن. قال لها لو عملوا كده هتتعب تاني، المحقق واللي هيأمنها من غير ما تحس بأي حاجة، احنا ما صدقنا إنها خرجت من الصدمة اللي كانت فيها. ودونا بتوصل على الأوضة وبتحس إن في حد معاها، وبتفتكروا كلير أو بوبي حبيبها، وبتفضل تنده عليهم بس ما حدش بيرد. فبتخاف وبتجري عشان تنزل على تحت، وأول ما فتحت الباب كلير خضتها وبتعتذر لها وبتقول لها إنها مش قادرة تقعد في الحفلة، وبتدخل وبتفضل تعيط. دونا فضلت تتكلم معاها شوية وبعدها اديتها من العلاج بتاعها وقالت لها إنها شوية وهتبقى كويسة، وبتسيبها وبتنزل هي على الحفلة. وبتدخل كلير الحمام وبتاخد العلاج، بس ما بيلحقش يعمل مفعوله وبيظهر لها المدرس وبيخلص عليها، وده لأنها كانت من الناس اللي ما كانتش موافقة بعلاقته مع دونا. أما تحت بيوصل المحقق واللي للفندق وبيسأل موظف الريسبشن على المدرس، وبيطلع له الصورة وبيوريها له، لكن ما بيقدرش يتعرف عليه، فبيقول له يطبعها ويوزعها على كل الموظفين اللي في الفندق، ولو حد لمحه في أي مكان يبلغ بسرعة. وبيعرف إنه هيفضل في الفندق عشان الدنيا مش أمان، وكمان بيعرف منه كل مداخل ومخارج الفندق. وبعدها بيدخل وبيفضل مراقب دونا، وكانت قاعدة بتتكلم مع بوبي وبتقول له إنها مش مستعدة تبعد عنه عشان تكمل دراستها. بوبي قال لها إنه غير مايكل، أنا بحبك وواثق فيكي، أنا هبقى أناني لو قلتلك ما تسافريش، أنا عمري ما أقبل إنك تدمري مستقبلك عشاني. فبتشكره دونا وبيكملوا الحفلة. وبيجي مايكل وبيسألهم عن كلير. دونا قالت له إنها طلعت أوضتها، نكدت عليها وعملت اللي عليك، أهي قاعدة منهارة فوق. أما فوق كان المدرس بيتفرج على الصور اللي في الكاميرا، ولما جت صورة دونا مع بوبي اتضايق ومسح كل الصور بتاعتهم سوا. وبيسمع صوت الباب وهو بيتفتح، فبيقفل باب الحمام عليه هو وكلير، وبيفضل مايكل ينده على كلير وبيعتذر لها وبيقول لها انه مش هيزعلها تاني. ولما لقاها قافله على نفسها ومش عايزه ترد عليه، قال لها انه هيفضل مستنيها بره للصبح. وبعد شويه بيلاقي الباب اتفتح، بس هي برضه ما ظهرتش، ولما دخل يشوفها ما بيلاقيهاش في الحمام، وبيطلع يدور عليها وبيشوف باب الدولاب بيتقفل، فبيقول لها ما تبطلي بقى لعب العيال ده، انا قلتلك اسف خلاص. وفجأة بيظهر له المدرس وبيخلص عليه في ثانية إلا ثانية، وتحت الدنيا كانت خربانة رأسه وآخر مردخانة، وكل واحد واخد حبيبته وفاكر نفسه في بيته. وبتتخانق تينا مع حبيبها لما قال لها إنه هيطلع على الأوضة، وهي كانت عايزاه يفضل قاعد عشان هيعلنوا عن ملكة الحفلة والملك بتاعها. فبيقول لها نزلي مناخيرك بقى من فوق، انت مين قالك انك هتكسبي؟ الحاجات دي بتاعت عيال صغيرة. وبيسيبها مبلولة في مكانها بعد ما حرجها قدام كل أصحابها. وليزا كانت هتطق من تينا وبتقول لهم انها عايزه تكسب المسابقه عشان تثبت لتينا ان مش كل حاجه بتتجاب بالفلوس. وبيوصل المحقق ناش واللي بيوري له دونا وبيقول له اننا لازم نامنها كويس. ناش قال له انت لازم تامنها مني انا، المدرس ليه حق يتهبل عليها. في نفس الوقت موظف الريسبشن كان بيدور على ماريا وبيطلب من سميث انه يطلع يدور عليها، وبيعرفوا انها بقالها فتره مختفيه. ولما بيطلع سميث فوق بيشوف الحاجه بتاعتها، وكمان بيشوف المدرس وهو داخل اوضته، فبيساله ما شفتش الموظفه اللي كانت هنا؟ المدرس فتح الباب وقال له اهي جوه بترتب سريري. فبيدخل سميث عشان يشوفها، وبكده يا عزيزي سميث هو كمان باي باي كامبوري. اما تحت روني بيقول لهم ان ليزا تعبانه شويه وهيطلع يعالجها، وبياخدها وبيدخلوا الاسانسير، بس بتخبط ليزا في المدرس
وبتتصدم لثواني وبتقول إنها بتشبه عليه، بس ما كانتش قادرة تفتكر هو مين، وده لأن شكله كان متغير عن زمان. روني قال لها مش وقت صدمات دلوقتي، احنا ورانا ميشن امبوسيبل فوق في الأوضة ولازم نخلصها. وبيشيل سماعة التليفون عشان محدش يعكنن عليهم. بس ليزا ما كانتش عارفة تبطل تفكير، فهنسيبها تسترجع ذكرياتها عقبال ما نشوف ويل. بتجيله مكالمة من ناش وبيقول له يطلع بسرعة الجراج، ولما بيطلع بيقول له إن في واحدة امبارح كانت مبلغة إن جوزها مفقود، وبيفتح شنطة العربية وبيوري له واحد ميت فيها وبيقول له إن هو ده جوزها. والكارثة الأكبر إنهم عرفوا إن العربية دي باسمها ورد، وده المدرس المهووس بدونه. جوه الفندق بقى المدرسة بتاعتهم بتقول لهم كل اللي مشترك في المسابقة يطلع على المسرح، وكانوا خلاص هيعلنوا عن ملكة وملك الحفلة. دونا قالت لبوبي يتصل بمايكل بسرعة، ولما اتصل عليه ما ردش عليه. دونا قالت له معلش اطلع وندهلهم، بس ليزا كانت خلاص جمعت في دماغها ان اللي شافته يبقى المدرس، وبتقول له انها لازم تنزل لدونا حالا. ولما بتجري على الاسانسير بتلاقيه لسه مطول، فبتقرر تنزل من على السلم بسرعة، بس من صربعتها الكعب بيتكسر وبتقع. وبيروح لها المدرس وبيقول لها مستعجلة على ايه، فبتفضل تصرخ وبتاخد بعضها وانظرن على تحت، وبتدخل في مكان فاضي مفهوش اي حد، وبتجري على الاسانسير وبتدوس عليه. لكن فجأة بتلاقي المدرس في ظهرها وبتكمل جري وبتستخبى منه. بس بتشوف روني وهو نازل في الاسانسير ولسه هتطلع له بتشوف المدرس تاني، فبتفضل مستخبية في مكانها. واول ما بتعرف انه مشي بتطلع عشان تروح لدونا، لكن حظها المنيل انها بتتكعبل، والمدرس بيسمع الصوت وبيروح وبيخلص عليها عشان تبطل كعبلة طول الفيلم. وتحت روني كان نزل ولسه هيسأل دونا عن ليزا، قالت له اطلع على المسرح بسرعة. ودونا بتقول لبوبي انها هتطلع تدور على ليزا وبالمرة تشوف كلير. في نفس الوقت المحققين بيسألوا على اسم هوارد وبيعرفوا رقم الأوضة اللي نازل فيها، وبيطلع ويل وبيفتح الباب وبيدخل يدور عليه، بس ما بيلاقيش غير ماريا وكانت ميتة في البانيو. فبيكلم ناش بسرعة وبيقول له يغطي كل الأبواب، وبيقول له يشغل الإنذار عشان معهم حوار. وبيجري ناش على الحفلة قبل ما يعلنوا عن الملك والملكة، وبيطلب منهم إنهم كلهم يطلعوا من باب واحد، والكل بيتوتر وما كانوش فاهمين إيه اللي بيحصل. بس تينا بتتضايق وبتروح تشد الورقة من المدرسة بتاعتها، وبتتصدم لما بتعرف إن ليزا هي اللي كانت هتكسب. والفندق بيتقلب وبيفضل ويلي يدور على المدرس وسط الناس، وما كانش يعرف إن دونا طلعت على الأوضة. وروني بيسمع المحقق وهو بيقول عايزين دونا كابيل، اللي شاف دونا يعرفنا مكانها. فبيستغرب وبيروح يسأله عايز دونا في إيه، لكن ناش ما بيرضاش يقوله. في الوقت ده دونا كانت بتاخد الشال بتاع أمها، وبيظهر وراها المدرس وكان عايز يحسس على شعرها الحنين، بس لما نزلت تجيب حاجة استخبى وما لمسهاش. ولما جت تطلع بتشوفه قدامها وبيقول لها إنه مشتاق ليها وريحتها. انت ما تعرفيش السنين دي عدت عليا ازاي، مفيش ثانية عدت عليا غير لما كنت بفكر فيكي، أخيرا هنبقى مع بعض، ما تخافيش أنا مش هأذيكي. لكن دونا بتعيط وبتجري منه وبتقفل الأبواب من جوه عليه، بس بتلاقيه جاي من عند الباب اللي بره، وكمان بيفضل يكسر الباب بطفاية الحريق. وبتجري دونا وبتستخبى تحت السرير، لكن بتتصدم لما بتشوف كلير ميتة جنبها، وبيسمع صوتها المدرس وبيروح لها. أما تحت قدام الفندق الدنيا كانت مقلوبة، وناش بيقول لويل إن دونا مش مع حبيبها، وبيجي واحد صاحبهم وبيقول لهم إنها بتجيب الشال بتاع أمها من الأوضة بتاعتها، فبيجري بسرعة ويل على فوق. بس دونا كانت قدرت تهرب من المدرس، وبتقابل ويل وهي نازلة وبتقول له وهي منهارة إنه رجع تاني، وكمان بتعرفه إنها لقت كلير ميتة. فبينزلها مع واحد من رجالته وبيدخل يدور على المطرطش، بس ما بيلاقيش أي حد في الأوضة، وبيلاقي جثة مايكل بتقع من الدولاب. ودونا بتنزل وبتجري على بوبي وبتقول لهم إن كلير ماتت. روني اتصدم وسألها على ليزا، بس كان ناش أخدها في عربيته ومشي من قدام الفندق. أما ويل بيطلب الدعم، وفعلا الدعم بيوصل وويل بيديهم التعليمات. أما روني كان هيتجنن على ليزا وعمال يدور وينده عليها. وفي الوقت ده دونا وبوبي بيوصلوا على البيت، ولما بيعرف عمها انهم لسه ما قبضوش على المدرس بيقلق اكتر، وبيدخل وبيقفل الباب عليهم من جوه. وبوبي بيقرر يبات مع دونا وما يسيبهاش في وقت زي ده. اما في الفندق بيقدروا يوصلوا لجثة ليزا، وروني بيتعرف عليها والاخبار بتنتشر في كل مكان، ودونا كمان بتعرف وبتنهار وبتقول لبوبي انهم ماتوا بسببها، لكن بيفضل يهديها وبيقول لها ان الذنب مش ذنبها. المعلم ويل بقى ما كانش لاقي المدرس في الفندق نهائي، وكان هيتجنن ويقبض عليه، لكن بيلاقي نقطة دم نازلة من فتحة التهوية. ولما بيطلع يشوف الحكاية بيلاقي سميث ميت،
وبيفهم على طول إن المدرس بدل لبسه مع سميث، وكمان بيفتكر إنه عدى من جنبه تحت في الهيصة وإنه ما خدش باله منه، وبيتصل بسرعة على ناش وبيقول له ما يتحركش من قدام بيت دونا، وبيعرفه إن المدرس المجنون هيدخل لدونا ومش هيهمه أي حد، وبيقول له إنه جاي في الطريق عليه. وبعد شوية بتقوم دونا وبتقول لبوبي إنها هتنزل الحمام، وبتروح تقف قدام الشباك وبتطمن إن ناش في مكانه، وبتروح على الحمام وهي مطمنة وبتاخد علاجها عشان تعرف تنام. وفجأة بتلاقي المدرس في المراية، بس بتصحى من النوم وأتاريها بتحلم، فبتقوم وبتقول لبوبي إنها داخلة الحمام برضه، وبتكرر نفس اللي عملته تاني. بس لما دخلت الحمام المدرس ما ظهرلهاش في المراية، وفي نفس اللحظة واللي كان بيحاول يتصل بعم دونا وكان مستغرب إنه مش عارف يوصل له، فبيتصل بناش وبيقول له إنه في حاجة غلط، ادخل حالا البيت واطمن عليهم. وفعلا ناش بيلاقي السلك مقطوع وبيعرف إن المدرس دخل بيت دونا، ولما واللي بيوصل بيلاقي ناش ميت هو كمان. أما دونا بترجع تنام جنب بوبي، بس بتتصدم لما بتلاقيه ميت على السرير، ولسه هتصرخ سمعت صوت حد طالع، فبتكتم نفسها بسرعة وبتدخل تستخبى في الدولاب. ولما بتشوف واللي بينده عليها اطمنت، بس قبل ما بتخرج بيمسكها المطرطش وبيقول لها ما تقلقيش أنا مش هاذيكي. وبيدخل واللي الأوضة وقبل ما يفتح الدولاب بيسمع صوت صريخ، فبينزل جري على تحت وبيعرف إن في واحد من رجالته مات. لكن فوق دونا كانت مرعوبة وبتعضها ورد وبتحاول تجري منه، بس برضه بيمسكها وبيقول لها إنه مش قادر ينساها، وبيقول لها إنه هيعيشها في جحيم لو بعدت عنه، وبيتعصب وبيقول لها ما تخلينيش أذيكي. ولسه هيضربها بيدخل ويل وبينفضه بالسلاح، وأخيرا بيموت وبتخلص منه. بس بتنهار على بوبي حبيبها وبتفضل تتأسف له وتقول له إن هي السبب، لكن بيهديها ويل وبياخدها في حضنه، وبيدخلوا عمها وخالتها وبياخدوها. وهنا يا عزيزي نقدر نقول المثل الشعبي ومن الحب ما قتل. وبيخلص الفيلم على كده. اللايك بقى يا عزيزي الجميل، وما تنساش تقول لي رأيك في كومنت، والناس اللي مش مفعلة الجرس يا ريت تفعله عشان يوصل لها الإشعار أول بأول. وأشوفكم الفيلم الجاي.